البرهان قائد في ظروف استثنائية أتته الرئاسة دون طلب منه. حكم السودان في ظروف استثنائية يخوض معركة الكرامة بكل جسارة واقتدار. أزعج الخواجات بصلابته فخونوه، وبكل نقيصة رموه. بثباته على مبادئه الوطنية أثبت للعالم أنه الرقم الصعب في كل المعادلات السياسية والعسكرية التي توضع للسودان. رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. شهدت فترة حكمه أحداثا لم يسجل مثلها في تاريخ رؤساء السودان وحكامه من قبل، فهو أول رئيس سوداني يواجه عدوانا من 17 دولة في وقت واحد، ولم تحدث تلك الدول الاختراق المطلوب. الرئيس الوحيد الذي تعرض لمحاولتي اغتيال في عام ونصف، مرة في بيته عند بدء التمرد، والثانية في حفل التخريج في جبيت. الرئيس الوحيد الذي شهدت العاصمة في عهده تمردا من الداخل بهذا الحجم وبهذه الأعداد الكثيفة التي أحاطت العاصمة من كل حدب وصوب. بينما كل التمردات السابقة على من سبقه من الرؤساء كان التمرد فيها ينطلق من الأطراف، إما من الجنوب أو من الغرب أو الشرق. الرئيس الوحيد الذي تمرد عليه نائبه الأول وأراد قتله وقتل كبار مساعديه في قيادة الجيش. الرئيس الذي ظل يلبس الكاكي 6 سنوات متتالية إلا ما اقتضته الزيارات الخارجية. الرئيس السوداني الوحيد الذي ظل في رتبته العسكرية لمدة 6 سنوات دون أن يترقى إلى الرتبة الأعلى. قائد وطني بامتياز يستمد قوته من الشعب، فهو منهم وهم منه، لا يخذلهم ولا يخذلونه. يمضي أمامهم في قيادة معركة الكرامة لاسترداد كرامة السودان وعزته. قاد البلاد في أخطر مرحلة تمر فيها بحنكة السياسي وصلابة العسكري